ولا بقول لك ايه، انا مبقاش جاي معاه الحوار ده خالص. اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك اللي كل ما يحصل حاجه يقوق، يتعادل بيعيط، نخسر بيعيط، يتصاب بيعيط. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده انت اتنشن فشخ. المشكله اللي يقول لك بص بقى، بص على اللي بيحس بالناس وبص على اللي بيحس بالنادي. لا، لو بيحس بالناس وبيحس بالنادي يبقى مؤثر في الملعب اكتر من كده. لعب ماتش الدوري قدام الاهلي ما كانش ليه اي بصمه ولا اي دور. النهارده نزل في بدايه الشوط الثاني 45 دقيقه ما عملش اي حاجه غير شويه الحنكشه اللي بيعرف يعملها وشويه المهاره اللي بيعرف يبروزها في كره ولا اتنين. لكن بعيدا عن فكره ان هو لاعب كويس او لا، لاعب هيفيد الزمالك او لا. وبعدين وانا كل ما يحصل حاجه تقعد تعيط؟ ولما انت تعيط المفروض انا اعمل ايه؟ يعني انت اللي تعيط وانا اللي طبطب عليك؟ يعني نفكنا بقى من اللقطات دي ونفكنا من الحاجات اللي قدام الكاميرا دي. اهي النوعية دي بقى من الزملكاوية مش بحبهم انا. لما يكون عندك لعيب في السن ده وبالقدرات والامكانيات والمستوى اللي شفناه وعارفينه ده، وتلاقي ان دي مشاعره مع كل اخفاق بيحصل للزمالك زي كده، المفروض انك تحتويه وتقف في ظهره وتدعمه وتقول له لا اجمد، انت كويس ولسه عندنا مشوار طويل، وتقول له كمان انت بتلعب في الزمالك، يعني هتتحط في منافسات ونهائيات من النوع ده كتير، وهتجيلك فرص كتير تاخد حقك في الملعب وترد وتطلع كل اللي عندك وتزقه يكون احسن. ده لو انت زملكاوي بجد وبتحب الفريق ده وبتدعمه، عشان احنا كزملكاويه بنتعلم من صغرنا ان احنا نقف في ظهر الفريق ده وندعمه ايا كانت الظروف، ودايما بنكون وراهم في الصح. اما اللي جايب الزمالك ورا بجد ان في ناس كتير قوي متزملكين ومنتفعين من النادي ده، مش بس بتوع السوشيال ميديا والبرامج دول اللي بيعملوا كده عشان جمهور الاهلي يفرح بيهم ويرضى عنهم ويطلعوا ترند ويعملوا ريتش. ده في اللي بيشتغلوا ويديروا كمان. المتزملكين كتير وهم دول اللي جابوا الزمالك ورا، بس جمهور الزمالك اللي بجد عارف الزملكاويه الحقيقيين، جمهور الزمالك اللي بجد واقف في ظهر الزمالك طول الوقت، جمهور الزمالك اللي بجد هو الداعم والسند للزمالك مهما حصل.